أخبار الرياضة والملاعب هي محطتنا التالية في بانوراما اليوم. بصحبة الزميلة فاتن عبد المعبود. أهلا بك فاتن. أهلا بك أيمن، أهلا بك نرمين. مشاهدينا أهلا بكم وقفتنا الرياضية، وفيها فالنسيا يتأهل لدور المجموعات من الشامبيونز ليج رغم خسارته من موناكو الفرنسي. أهلا بكم. والبداية مع منافسات دوري الإياب المؤهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا الليلة على كلوب بروغ البلجيكي في تمام 9:15 بتوقيت القاهرة. استدعى فان جال المدير الفني للشياطين الحمر 18 لاعبا ضمن قائمة الفريق، فيما تم استبعاد الحارسين ديفيد ديخاي وفيكتور فالديز لأسباب فنية. وسيسعى الفريق الإنجليزي في التأهل لمرحلة المجموعات من الشامبيونز ليج بعد أن حقق الفريق فوزا كبيرا في لقاء الذهاب ب3 أهداف مقابل هدف. يستضيف استاد إرنا خيميكي معقل فريق ساسكا موسكو الروسي يستضيف سبورتنج لشبونة البرتغالي في تمام 9:09 بتوقيت القاهرة. الفريق الروسي يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية بعد أدائه الرائع في الدوري الروسي وتصدره منافسات البطولة بعد مرور 6 جولات عن عمر المسابقة. ويعتمد المدير الفني للفريق الروسي خلال اللقاء اليوم على خدمات العائد الجديد العاجي سيدو دومبايا وكيريل بانشنيكو. ويشار إلى أن لقاء الذهاب انتهى بفوز سبورتنج بهدفين مقابل هدف واحد. فيما يحل لاتسيو الإيطالي ضيفا ثقيلا على باي ليفركوزن الألمانية على ملعب باي أرينا في 9:15 بتوقيت القاهرة. روجرز شميت المدير الفني لليفركوزن يخوض لقاء اليوم بقائمة شبه كاملة بخلاف غياب الوافد الجديد تشارلز أرنغويز للإصابة. ويحتاج ليفركوزن للفوز بهدفين نظيفين على الأقل للتأهل إلى دور المجموعات بعد خسارته لقاء الذهاب بهدف دون مقابل. وعلى الجانب الآخر ليدخل لاتسيو اللقاء وسط غيابات كثيرة أبرزها المهاجم الصربي فيليب دوجارديجيفيش وميروسلاف كلوزا والأرجنتيني لوكاس بيليا والحارس فيدروكو ماركيتي. وسيعتمد المدير الفني للاتسيو على المهاجم الشاب السنغالي كيتا باندايا والوافد الجديد ريكاردو كيشنا لقيادة خط هجوم الفريق. يشار إلى أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الإيطالي بهدف دون مقابل. وكان فالنسيا الإسباني قد تأهل إلى دور المجموعات من الشامبيونز ليج رغم خسارته أمام مضيف موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد. سجل هدفي موناكو لاعبه الإيطالي أندريا راجي والنيجيري إلدرسون أوا، بينما سجل هدف الخفافيش الوحيد الأسباني الفارو نيجيدو. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فالنسيا ب3 أهداف مقابل هدف، ليتأهل الفريق الأسباني ب4 أهداف مقابل 3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. توفي السائق البريطاني جاستن ويلسون الذي ينافس في سلسلة سباقات إنديكار للسيارات في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 37 عاما بعد معاناته من إصابة بالغة في الرأس إثر ارتطام حطام سيارة أخرى به في اللفات الأخيرة من سباق أقيم يوم الأحد الماضي على حلبة يوكانو في بنسلفانيا. ليصبح ويلسون أول سائق في إنديكار يموت بعد حادث في سباق منذ مواطنه البريطاني دان ويلدون الذي قتل في اصطدام مروع في لاس فاغاس في أكتوبر عام 2011. ونتحول إلى منافسات المرحلة الرابعة من سباق فرنسا للدراجات الهوائية، حيث فاز الأسباني الخاندرو بلياردي بالمرحلة بعد أن قطع مسافة السباق في 5 ساعات و7 دقائق و30 ثانية، فيما حل السلوفاكي بيتر ساجان في المركز الثاني. بينما كان المركز الثالث من نصيب الأسباني دانو ميرينو متسابق كاتيوشا
فيما احتفظ الكولومبي إستيفان تشيفيز بصدارة الترتيب العام للسباق. إلى هنا انتهت وقفتنا الرياضية، وعودة مرة أخرى للزملاء نرمين وأيمن لاستكمال باقي فقرات البانوراما. شكرا جزيلا لك فاتن.